طلبت منكم قبل كده تبعتوا لي اغرب ميكسات بتحبوها، وبعتوا لي ميكسات عجيبه فعلا وجربتها في فيديو، ومعدتي ما تعافتش من الموضوع ده لحد دلوقتي. ما اعرفش ليه بعمل في نفسي كده، بس قررت اعمل جزء تاني من الفيديو ده. وكنت فاكر ان الميكسات اللي انتوا بعتوها لي في اول فيديو دي اغرب حاجه ممكن اشوفها في حياتي، بس انتوا فاجئتوني. فعلشان اقدر اعمل الفيديو ده طلبت من هدى ترتب لي الميكسات من العادي اللذيذ في الاول لاغرب حاجه تبقى في الاخر. فنبدا دلوقتي باول ميكس اللي هو المفروض اللذيذ السهل ده، ونشوف بيقول ايه. ادي الملوخيه وادي العسل الاسود. هنقلب ده في بعضه وندوق. بسم الله. امم 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 ليه كده؟ هدوق تاني، مش عارف ليه، مش عارف ليه، بس هدوق تاني. انا عمري ما هنسى اللي انا دقته ده. الملوخيه اكله تحفه، اكله رهيبه، حرام نعمل فيها كده. يعني طعم الملوخيه مع طعم الشوربه اللي هي معموله فيها نبوظها بطعم السكر القوي قوي ده اللي في العسل الاسود. ليه؟ بدايه مش مبشره. نشوف الميكس اللي بعديه. الميكس ده بقى بيقول فول مع صوص السراتشا. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ادي الفول ونحط عليه السراتشا. هقلب ده كويس. حاسس اني كترت السراتشا شويه، بس مش مهم، انا بحبها. ندوق بقى. بسم الله. انا مستغرب، انا اصلا بحب الفول يبقى حراق شويه، فدايما بزود له شطه، بس طعم صوص السراتشا بالخلطه بتاعته مخلي الفول احلى بكتير. يعني انا تقريبا كل مره هاكل فيها فول هخليه محوج عادي وازود عليه سراتشا. ميكس فعلا تحفه. شكرا جدا على الميكس ده. طيب انا كده مبسوط، والفيديو دلوقتي ماشي في اتجاه كويس، فان شاء الله يكمل كده. تعالوا نشوف الميكس اللي بعده. بسكوت دايجستيف وادهن عليه طبقه جبنه كيري وفوقيها طبقه مربى فراوله، ودوق احلى تشيز كيك من غير مجهود، وتنفع للحفلات ميني تشيز كيك. حاسه ده بصراحه هيبقى ميكس لذيذ فعلا، متفائل بيه شويه، فتعالوا نجربه دلوقتي. مشكلتي دايما مع الدايجستيف ان هو بيتكسر بسهوله قوي. يعني ساعات بحب ادهن عليه نوتيلا مثلا، بس عشان هو خفيف خالص وبيتكسر بصعوبه، فالموضوع ده بيبقى صعب. الحمد لله فردت الجبنه من غير ما اكسر البسكوت. دلوقتي هحط المربى دي عشان مربى من غير سكر، ففردها بس طعمها زي المربى العاديه، فان شاء الله ما تفرقش في الطعم. تعالوا ندوق. طعمها فعلا زي ما وصفت في الريبلاي، اللي هو ميني تشيز كيك. مش طبعا بحلاوه التشيز كيك المعموله صح، لكن عارفين لما تعملوا سناكس تري مثلا او تشاركوتري بورد في عزومه لاصحابكم خفيفه كده، مش عايزين تعملوا فيها اكل كتير، دي مناسبه قوي للموضوع ده. عيد ميلاد مثلا، اي حاجه خفيفه كده. لا حلو قوي، فكره لذيذه فعلا. كده ميكسين حلوين ورا بعض، انا متفائل. في الميكس ده بيقول لي هات فينو وستريبس وشريحه مانجا واحده ودوق وعلى ضمانتي. هو ممكن على فكره يبان غريب جدا، بس انا مش عارف ليه حاسه هيبقى حلو فعلا. ممكن عشان انا بحب الاناناس على البيتزا والبرجر، وبحب السويت اند ساور، وبحب البرتقال على الفراخ، فتعالوا نجربه. ادي الفينو والستريبس والمانجا، بس للاسف انا مقلق منها عشان المانجا دلوقتي مش في السيزون، فممكن ما تبقاش حلوه قوي. وادي كده ساندوتش الستريبس بالمانجا. هو ما قالش ازود عليه اي حاجه تانية، فانا مش هزود اي حاجه تانية، وهدوق كده. بصراحه حلوه قوي. موضوع ان المانجا مش مسكره قوي ده متهيألي لايق على الساندوتش اكتر. حاسس بس انه محتاج معاهم صوص مثلا كول رانش ولا حاجه، عشان الساندوتش دراي قوي ومحتاج حاجه تربط الاتنين ببعض. لكن غير كده ميكس المانجا مع الستريبس بصراحه لذيذ. فلحد دلوقتي دي حاجه ما حصلتش قبل كده، 3 ميكسات ورا بعض عجبوني، فانا بقيت متفائل اكتر. تعالوا نشوف الميكس اللي بعده. في الميكس ده بتقول فانيلا ايس كريم اند هاني ماسترد صوص. ملاحظه ان كل الميكسات حاجه مسكره على حاجه مش مسكره، صح؟ طيب بس ده حاسه لذيذ، فتعالوا نجربه. هي حددت ان الايس كريم يبقى بطعم الفانيليا، ادي الايس كريم وادي الهاني ماسترد. شكله لذيذ، شكلي كاني حاطط سيرب على الايس كريم. المهم بقى ندوق طعمه. حاسه غريب بس مش وحش. يعني دوقي كده. صح؟ غريب، مش قادر احدد هو حلو ولا وحش يعني. في مزازة كمان. بالظبط، في مزازه. المزازه ممكن تبقى حاجه لذيذه، انا بحب الايس كريم بالليمون. في نفس الوقت لا، هو مش مزازه لايقه عليه. مش قادر احدد ده بصراحه، مش قادر احدد يعني. ما اعتقدش اني هعمله تاني، بس مش وحش. فاكرين في الفيديو اللي فات كان في حب غريب قوي للعسل الاسود، كان مبعوت لي ميكسات كتير جدا بالعسل الاسود. الحب ده انتقل في الفيديو ده تقريبا للجبنه الرومي. بصوا هوريكم دلوقتي، جالي في الشويه اللي قريتهم كام حاجه عن الجبنه الرومي. برتقان بالجبنه الرومي، ساندوتش جبنه رومي بالحلاوه الطحينيه، لانشون وجبنه رومي وعليهم عسل اسود، توست عليه زبده فول سوداني وجبنه رومي فوق العظمه، ساندوتش جبنه رومي مع شرايح تفاح اصفر، ساندوتش نوتيلا وعليه جبنه رومي، جبنه رومي قطع صغيره مع كاتشب وزيتون ورشه شطه في عيش فينو ومع بيبسي، جبنه رومي بالتفاح الاخضر في فينو، جبنه رومي مع عسل اسود وقشطه في فطيره، جبنه رومي وفشار مملح، زبادي بالسكر والجبنه الرومي سوا، شوكليت كيك على جبنه رومي،
جربتها في الفيديو اللي فات ولا جبنه رومي وعسل ابيض في العيش العادي، ده جربتها بكل انواع الجبنه الرومي، بجد حلوه. ساعات بحط طعميه عليها ويا سلام لو العسل ساقع. الجبنه الرومي مع العنب الاحمر، جبنه رومي ومربى فراوله، كنافه بالجبنه الرومي. كنافه. من كل الحاجات دي لفت نظري حاجه اتكررت مرتين واول مره اسمع عنها في حياتي، وهي الجبنه الرومي بالتفاح. في كومنت قال انه بالتفاح الاخضر وكومنت قال بالتفاح الاصفر، فانا كنت عايز حاجه في النص، فقلت لو حطينا اللون الاصفر على اللون الاخضر هيدينا لون ازرق، جبت تفاح احمر. ادي الجبنه الرومي وادي التفاح. مش حاسس بصراحه ان الميكس ده هيعجبني بس هنشوف. بسم الله. مش بشع، مش زي الملوخيه بالعسل الاسود مثلا، لكن مش حلو قوي، ما اعتقدش اني هعمله تاني بصراحه. نروح بقى على الميكس اللي بعده. الريبلاي ده بقى عاجبني قوي، بيقول لي حط قشطه على الساندوتش اللي قبلي. هو مش عارف ايه الساندوتش اللي قبله بس عايز يجربه بالقشطه. ماشي تعال نجرب. الساندوتش اللي قبلك كان جبنه رومي بالتفاح، اكيد ما تخيلتش ان هو هيبقى كده صح؟ وندوق. بسم الله. ما غيرتش رايي عن الساندوتش لا. في الميكس ده بتقول زبادي بالهوهوز وجبنه قديمه مع طعميه. انا مش عارف هو ميكس واحد زبادي بالهوهوز وجبنه قديمه مع طعميه، ولا زبادي بالهوهوز ده ميكس وجبنه قديمه مع طعميه ميكس. انا علشان خاطر صحتي النفسيه هعتبر ان هو ميكسين مختلفين وهعمل اول واحد اللي هو زبادي بالهوهوز. تعالوا نجربه. هو ما كانش متوضح قوي بالهوهوز هعمل ديبنج ولا هخلطهم مع بعض ولا ايه، فانا هقلبهم مع بعض. على فكره شكله لذيذ. عارفين عامل زي ايه؟ عارفين اللي ما بيحبوش الزبادي فعشان ياكلوا زبادي بياكلوه بالفواكه او بالعسل او كده، هو حاجه كده يعني محلي طعم الزبادي، لكن بصراحه الهوز لوحده احلى. فممكن ده اوبشن للي عايز ياكل زبادي لسبب ما ومش بيحب طعمه. فنشوف اللي بعده. في الميكس ده بقى بيقول هتجيب رغيف فينو وتحط اول حاجه جبنه كيري وبعدها تكسر بسكوته لوتس على الجبنه وفي الاخر حط شويه عسل ابيض. عجبني ده عشان حاسه بقى زي الحاجات اللي بقت تطلع جديد زي السكالانس وكده اللي بيحطوا عليه حاجات كتير على بعضها، فحاسه ممكن يبقى لذيذ. هجربه. ادي الكيري وادي البسكوت اللوتس وادي العسل. الساندوتش شكله بصراحة تحفة. شوف الطعم. بسم الله. حلوة قوي قوي. قولي له ايه؟ حلو جدا. بس فاكرين بقى الريبلاي بتاعت حط قشطه على الساندوتش اللي قبلي؟ كانت هتبقى احلى بكتير على ده. يعني انا لو هعمل ده تاني يا اما هبدل الجبنه الكيري بالقشطه يا اما هزود الاثنين على بعض، جبنه كيري وقشطه ولوتس وعسل. بس بصراحه ميكس، لا ميكس لذيذ قوي. اللي عجبني في الفيديو ده ان رغم الميكسات تبان اغرب من الفيديو اللي فات بس كتير منها عجبني. انتوا ابهرتوني بصراحه يعني في الفيديوهين مش في ده بس. المهم ان في الاخر سواء الميكس عجبني ولا لا مش انا اللي هقول لكم تاكلوا الاكل ازاي او استمتعوا بالاكل بتاعكم ازاي. لو في ميكس معين انتوا بتحبوه والميكس ده غريب بالنسبه للناس كلها ومحدش بيحبه غيركم انتوا، عادي كلوه استمتعوا بيه. الاكل من الحاجات القليله قوي اللي بنعرف نستمتع بيها براحتنا. المهم قولوا لي لو عايزين جزء ثالث من الفيديو ده، وطبعا لو شفتوا كل اللي حصل في الفيديو وقدرتوا توصلوا للاخر فشكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.